لا تروح عليك الفرصة العقارية اللي موجودة في المغرب. نصيحة، تخيل تاخذ لك أرض استثمارية ب50,000 درهم، 100,000 درهم. أنا أعرف شخص الله يبارك له شرى 100,000 درهم قبل سنة، الحين تسام من عنده من 100,000 درهم تسام من عنده مليونين ومليونين وشيء. أراضي حاليا موجودة في مدينة الداخلة وقريبة من الميناء اللي راح يتسلم 2028 أو 2029. تخيل يوم يسلمون الميناء ويعطونك أمر بناء بعد كم سنة، هذه الأراضي اللي ب50,000 درهم أو 100,000 درهم كم راح تكون؟ هذه تاخذها وتنساها مدة سنتين ثلاثة. اللي ب50 بعد توفيق الله تكون ب500، واللي ب100 بتكون مليون. نصيحة أخ كان مستهين في هذا الأمر، لا صحراء وما أعرف إيش، لكن اليوم إني رحت وشفت بعيني اللي موجود في الداخل والعمار اللي موجود، والله إخذ لا تنطر لا تنطر. شنو 50,000 درهم؟ شنو 100,000 درهم؟ ولا شيء. وفي أرض معروضة حول 1,000,000 درهم لكن صوب الساحل. تخيل هذه الأرض والساحل قدامك. اللهم لك الحمد، الله وفقني أخذت أنا، لكن أنت نصيحة أخ والحين أنا صايم، والله إني لك من يعني الناس النصوحين، والله لا تنطر، والله أسعار ولا شيء.